هذه التوصية على المذاكرة، شيء من المذاكرة والمدارسة، فنسأل الله أن ينفعنا بعلمه وليتفضل جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشكر أخانا معمر باقي إخوانه على حرصهم على هذه الزيارة التي نسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم، والاجتماع بطلبة العلم مما ينبغي الحرص عليه، الاجتماع لمذاكرة العلم والتناصح وزيادة الإيمان. قد كان عمر يأخذ بيد أبي موسى ويقول له تعالى: نؤمن ساعة. الجلوس لمذاكرة العلم والحث على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مهم. القلوب تصدأ ويعلوها الرام، وإنما يجلو هذا الصدأ مذاكرة العلم وذكر الله والتناصح والتذكير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول، أو جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت، ثم زاده صلى الله عليه وسلم: والنصح لكل مسلم. فأخذ عليه صلى الله عليه وسلم العهد بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، أخذ عليه عهدا أن ينصح للمسلمين، ينصح لكل المسلمين. ومن حقوق المسلم على المسلم المناصحة والنصيحة وبذل النصيحة. والمؤمن لا يكون في قلبه غل وغش للمسلمين، بل يحرص على النصح له وتذكيره متى ما دعت إلى ذلك الحاجة وسنحت الفرصة. بهذا يتعاون المؤمنون على البر والتقوى، يكثر الخير ويتحاثون ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، وهذا هو طريق النجاة. من أراد النجاة من الخسارة ومن غضب الله وسخطه فعليه بأن يسعى لتكميل نفسه وإلزامها بما فيه صلاحها، وإلزامها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسعى في تكميل غيره من حوله ومن تحت يده، أو من يلاقيه من إخوانه المسلمين. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو شأن المؤمن، حريص على نفسه بزيادة الإيمان والتقرب من الله والإنابة إليه بالعمل، والتوبة من التفريط في أداء ما أوجب الله عليه، توبة من ارتكاب
المحرمات والوقوع في أسباب الغضب، وأيضا حريص على أن يكمل إخوانه وينصح إخوانه بأن يكونوا على تقوى وعلى خير وعلى طاعة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله أو لهم أهل الرحمة. وأحببت أن يكون كلامي حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث فيه الحث على قوة الإيمان والحرص على زيادة الإيمان، لا سيما في أوقات يتعرض فيها المؤمن لزلزلة القلب بأسباب ما يبث، بسبب ما يبث من الشرور والدعوة إلى الأهواء والشهوات. يحرص حري كل مسلم أن يحصن نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. يقول النبي: المؤمن القوي، أو الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ما يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعكم بين أسباب قوة الإيمان. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت. فإن أصابك شيء فلا تقل قدر الله وقدر الله ما شاء فعل، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث يبين فيه صلى الله عليه وسلم فضل قوة الدين والإيمان، أن الله يحب الأقوياء. الله تعالى من صفاته وأسمائه القوي، وهو سبحانه يحب مقتضى ما تدل عليه أسماؤه، وقوي يحب الأقوياء، وهو مؤمن يحب المؤمنين، وهو سبحانه غفور يحب أهل المغفرة، رحيم يحب الرحماء سبحانه. الله تعالى يحب صفاته سبحانه أنه يحب ويحب، ما أخبر الله عن نفسه. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه. هذا من اعتقاد أهل السنة، أن الله يحب وأنه يحب سبحانه وتعالى. الله تعالى يحب الأقوياء في الإيمان. المقصود بالقوة هنا قوة الإيمان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن القوي محبوب عند الله، وإنما يكون المؤمن قويا بالإيمان إذا كان حريصا على أداء ما أوجب الله عليه. قوة الإيمان مقصود بها القوة على مباشرة الطاعات، القوة على تجنب ما حرم الله، القوة على الأمر بالمعروف، والقوة على النهي عن المنكر. كذلك القوة على ماذا؟ على تحمل أو ماذا؟ على الصبر على أقدار الله المؤلمة. هذا كله يدخل في قوة الإيمان. قوة على الطاعات، قوة على ترك المنكرات، قوة على إعانة المسلمين والقيام فيه بما أوجب الله من النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقوة على تحمل المشاق والصبر على ما يصيب الإنسان من أقدار الله. وقوة الإيمان إنما تكون بأسباب. قوة الإيمان إنما تكون بأسباب.
من أعظم أسبابها معرفة الله وأسمائه وصفاته. معرفة الله وأسمائه وصفاته. من عرف الله أطاعه، من عرف الله خشاه، من عرف الله أحبه ورجاه وتوكل عليه ودعاه رغبة ورهبة. من عرف الله حرص على الطاعة. أعظم أسباب قوة الإيمان معرفة الله رب العالمين. الله تعالى ذكر ما يعرفون به في كتابه الكريم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اعلم أن الله شديد العقاب والله غفور رحيم. وغيرها من الآيات التي تعرف بها سبحانه إلى عباده. القرآن نزل لمعرفة الله ومعرفة ما يحب ومعرفة ما يكره ويبغض، ومعرفة أسباب تحصيل مرضاته، أسباب تحصيل جنات النعيم، كيف تتقي غضبه وتتقي سخطه. المؤمن عليه أن يعرف، يتعرف ويعرف اسماء الله وصفاته ويعرف ما دلت عليه من المعاني. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعرفوها، يسألوه بها وتعبدوا لله بمقتضى ما دلت عليه. تعبدوا لله بمقتضى ما دلت عليه. معرفة الله أعظم أسباب زيادة الإيمان. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. علماء به سبحانه بمراضيه، أسباب تحصيل مرضاته، البعد عن سخطه. كذلك من أعظم أسباب قوة الإيمان تدبر القرآن. تدبر القرآن الكريم، قراءة القرآن، تدبر معانيه. تدبر الكريم وما فيه من بيان أسباب تحصيل الإيمان، أسباب تحصيل مرضات الله سبحانه وتعالى. تدبر القرآن فيه أعظم البركة، يزيد في الإيمان، يزيد في الإيمان. قال تعالى في الآية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وأيضا من أسباب قوة الإيمان أيضا ذكر الله، كثرة ذكر الله، كثرة ذكر الله رب العالمين. ذكر الله ينشرح به الصدر ويقوى به القلب ويجلب محبة الله. إن محبة الله من أعظم الأسباب فعل ما أوجب الله عليه. طاعة الله إنما تكون بقوة اليقين فيه، بقوة العلم به، بقوة محبته، وبقوة العزيمة في إرضائه سبحانه وتعالى. ذكر الله مما يعين على يزيد في حب محبة الله رب العالمين ويشرح الصدر ويسهل كل عسير. قال تعالى: اذكروني أذكركم، اذكروني ولا تذكرون. والله يحب الذاكرين، الله يحب الذاكرين، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ذكر الله مما يزيد الإيمان، يقوي الإيمان. أيضا من أعظم ما يزيد الإيمان ويقويه كثرة الدعاء. كثرة الدعاء كان عليه أن يكون حريصا على الدعاء، يدعو الله بالثبات، يدعو الله بالإيمان. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو لما يدل على قوة الإيمان
والمؤمن أمر بالدعاء في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم، ادعوها بها في كل ركعة. ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ يدلنا عليه وعرفنا به ووفقنا للعمل به وثبتنا عليه. كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في سجوده اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. المؤمن يحرص على الدعاء، دعاء بالتوفيق، دعاء بالهداية، دعاء بقوة الإيمان. ومما كذلك مما يزيد بماذا في قوة الإيمان النظر في آيات الله الكونية، النظر في الآيات النفسية. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. النظر في آيات الله الكونية وآيات الله النفسية يقوي الإيمان بالله، يقوي الإيمان بالله رب العالمين. أيضا مما يقوي الإيمان أيضا ماذا يجد في الإنسان حلاوة الإيمان تقديم محاب الله، محاب رسوله صلى الله عليه وسلم على محاب النفس. أن يحرص المؤمن أن يقدم محبة الله محبة رسوله على ما يحب ويهوى. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد به حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، تقديم ما يحب الله ويرضاه، والمسارعة للاستجابة لله وللرسول، ولو كان هذا مما فيه مشقة على نفسك مما يخالف هواك، هذا مما يقوي الإيمان، مما يقوي الإيمان. لكن النبي وجد فيهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا مما يدل على قوة الإيمان. المسارعة على طاعة الله ورسوله، تقديم ما يحبه الله على النفس، هذا مما يحمل الإنسان على العمل ويقوي فيه الإيمان. كذلك المسارعة والاستجابة والعمل بالطاعات. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، دعاكم لما يحييكم. وأيضا مما يقوي الإيمان مخالفة الهوى، والحرص على مخالفة ما تهوى النفس، عدم طاعة الهوى، معصية الهوى، معصية الهوى. النفس تحب الدعة بالراحة، تفلت من التكاليف، والأهواء تضعف الإيمان، طاعة الهوى تضعف الإيمان. لهذا أمر الإنسان أن يخالف هواه، وطاعة الهوى توقع في كل شر، ويوقع في كل شر. مخالفة الهوى أيضا مما التعود على مخالفة الهوى مما يقوي الإيمان. المقصود أن قوة الإيمان بأسبابها، قوة الإيمان بأسبابها. الله يحب المؤمن القوي، ثم قال صراط المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نعم، يعني الإيمان يتفاضل. أهل السنة الإيمان تفاضل الإيمان بحسب ما في القلوب، وبحسب ما في القلوب من الإيمان، وبحسب ما في الجوارح من الأعمال. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن المؤمن حتى وإن كان ضعيفا ففيه خير، فيه خير. نعم، فيه خير وفي كل خير. والله تعالى جعل الجنة درجات، جعل الجنة درجات. فالمؤمن ما دام حريصا على الإيمان فيه خير ولو كان إيمانه ضعيفا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يدعونا إلى ماذا؟ إلى الحذر من احتقار إخواننا المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، أرأيت أحدنا، أرأيت الرجل يا رسول الله يكون ردءا للقوم في الجهاد،
يدفع عنه، فكيف يأخذ وهو وغيره ماذا سهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، بدعائهم، إخلاصهم. المؤمن لا يحتاج، نعم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعين على نفسه، لكن لا يحتاج ولا يستريد. الله تعالى أمر المؤمنين أن يكونوا جماعة واحدة، يتعاونوا على البر والتقوى، ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: احرص على ما ينفعك. هذا من أعظم الأسباب، ذلك من أعظم الأسباب التي ماذا تدل أو توجب القوة. الحرص على ما ينفعك، يكون الإنسان حريصا على أداء ما أوجب الله عليه، حريصا على مرضاة الله، حريصا على براءة الذمة من الحقوق والواجبات. المؤمن في هذه الحياة عليه واجبات فروض، وعليه حقوق يجب أن يؤديها إلى تحقيقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، لزوجك عليك حقا، لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. المؤمن القوي حريص على ما ينفع من أمور، ومما فيه ماذا صلاح، ومما فيه ماذا نجاة، ما فيه قيام دنياه، معاشه، صلاح أمره، مما يعود عليه ماذا الخير في الدنيا والآخرة. يحرص على ما ينفع. هذه كلمة عظيمة. ما يتكاسل ولا يصل إلى الدعة والراحة ويتمنى. قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا هو الكيس، الحازم، الناجي، الفائز، المفلح. من دان نفسه يحاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا هو الكيس الفطن الذي يريد الخير لنفسه، ويحاسب نفسه ويحملها على المشاق، ولا يتركها للراحة والدعم. الجنة غالية، لا بد من البذل، لا بد من التعب. والعقلاء مجمعون على أن الراحة لا تعقبها الراحة، إنما الراحة تعقب التعب. المؤمن عليه أن يكون حريصا على ما ينفع، من حرصه على ما ينفع حرص، وأعظم ما يكون في ذلك حرصه على أداء ما فرض الله عليه، من الواجبات والحقوق. وهكذا حرص لا بد أن يكون حريصا على القيام على زوجته وأولاده ومن هم تحت يده، تحت رعايته، إخوانه المسلمين، ولا يغشهم، أن ينصح لهم ويحملهم على الخير. هذا كله مما يدخل قول الحرص على ما ينفعه. هذه واجبات، تحرص على أداء ما أوجب الله عليك، لا تكن مضيعا، لا تكن من أهل الأمام، أهل الكسل. قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من تمنى على الله، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمانة. من أتبع نفسه هواه، يعني ماذا؟ عبد لهواه ويتمنى دينه، يتمنى. هذا فشل ذريع. المؤمن حريص على ما ينفعه، يهتم بما فيه صلاح إخوانه المسلمين، يحرص على ما ينفعه، واستعين بالله. هذا أمر مهم وعظيم. إذا لم تعن على الخير، إذا لم يعينك الله على الخير فإنك لم توفق. هذا يجب عليك أن تستعين بالله، وتتبرأ إلى الله من الحول والقوة. برأ إلى الله من الحول والقوة، استعين بالله وتدعو أن يعينك الله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم
أصحابه اللي وعد أن يحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك شكرك وحسن عبادتك. ابن تيمية رحمه الله أعظم الدعاء سؤال العون، سؤال العون على طاعة الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. تستعين بالله وتعينه، تكثر من هذا الدعاء العظيم، تكثر من هذا الدعاء العظيم وتوكل على الله. توكل على هذا معنى استعانة بالله، أن تكون عظيم التوكل على الله رب العالمين، يكون عظيم التوكل على الله رب العالمين، سواء كان هذه الاستعانة والتوكل مما يتعلق بأمور الدنيا أم كان مما يتعلق بإقامة الدين في نفسه وفي غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس توكلا على إقامة الدين، وتوكلا على ماذا؟ على إلزام الناس بإقامة الدين. هذا أعظم التوكل، هذا أعظم التوكل. توكل على الله، استعين به، تبرأ إلى الله من الحول والقوة في ماذا؟ في إقامة الدين في نفسه وفي غيره. المؤمن يحرص على نفسه وعلى من هم تحت يده، ذلك يكون حريصا على الاستعانة بالله ولا يغتر بنفسه وقوته، بل يتوكل على الله ويعتمد عليه، يبذل الأسباب ولا تعجز ولا تعجز، اترك العجز. العجز فشل، وهو معنى العجز تثاقل من القيام بما يلزم. المؤمن عليه أن يترك العجز، والعجز فعل الطاعات هذه تثاقل عن الطاعات من صفة المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يحرص المؤمن على الكيد وعلى القيام بما أوجب الله عليه. والعجز كما ذكر العلماء هو سبب كل شر، سبب كل إفلاس، سبب كل خسران، العجز والكسل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعوذ منهما، اللهم إني أعوذ من العجز والكسل والجبن والبخل صلى الله عليه وسلم. يستعين الإنسان، يدعو الله ويسأل العون ويستعين بالله من العجز والكسل. قال فإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، قل قدر الله وما شاء فعل. المؤمن قد يفعل ولكن ماذا؟ قد يصاب بخلاف ما يريد. فإن وقع على شيء مما لا يريد فعليه ماذا؟ أن يرجع الأمر إلى الله، يرجع إلى ربه، وعليه ماذا؟ أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن يصيبه، وأن الأمور بيد الله، الأمور بيد الله. هذا من الإيمان بالقدر، الإيمان بالله الإيمان بالقدر، أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الأمور تجري بمقادير الله، ما قدره الله وكتبه وقضاه، وأن مقادير الله جارية على العباد ولو جارية على العباد ولو. المؤمن عليه أن يفوض أمره إلى الله، أن يؤمن بالقدر، هذا حتى لا يقع في الحزن والهم ما أصابه، وكذلك لا يكون ماذا؟ مغتر من المغترين، ما قال الله ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأ أن ذلك على الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزنوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما آتاكم، لما هو من الله سبحانه، ما بكم من نعمة من الله. هذا من فوائد الإيمان بالقدر، يعرف الإنسان قدر نفسه، أنه لا شيء ما شاء الله كان، ما لم يشاء لم يكن، أن الأمور تجري لما قدره الله وقضاه. ولا تقل لو أني فعلت كذا لكن كذا، فإن لو عمل الشيطان. الواجب إذا وقعت المصائب أن يؤمن الإنسان بقدر الله، وعليه أن يبذل الأسباب الحقيقية تخفيف من هذه الأقدار المؤلمة أو رفعها.
ولا يكون أسير الحزن والأسف والاعتراض على القدر، وأني فعلت كذا كذا وماذا فعلت كذا. هذا مما يفتح عليه عمل الشيطان، ربما يوقع بالاعتراض على الله على أقداره. بعض الناس إذا أصابت مصيبة قال والله يا رب، عياذا بالله اعتراض على قدر الله وقضائه. واجب الإنسان أن يصبر على المصائب، أن يصبر على المصائب، لأن ما أصابه هذا بتقدير الله وقضائه وقدره، ولا يفتح عمل الشيطان مثل هذه الألفاظ. نعم. اختلف العلماء هل يجب الرضا بقضاء الله وقدره أم لا، أم يستحب فقط. العلماء من قال انه مستحب ومن قال انه يجب، العلماء يرون انه مستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن، لا نقول الا ما يرضي الله. هذا هو الواجب. يقول الانسان عند اقدار ما يرضي الله رب العالمين، والحمد لله على قضائه وقدره، يقول ان لله وانا اليه راجعون، وغيرها من الالفاظ المناسبه. اللهم اجرني في مصيبتي وفي خيرا منها. نعم. هذا مما يدل على قوة الإيمان. المؤمن القوي يؤمن بقدر الله، يؤمن بقدر الله، ويرضى عن الله سبحانه وتعالى بما قدره وقضاه، ولا يكون معجازا ولا خوارا ولا هينا ولا عاجزا، بل يسعى كما قلنا وقع به مصيبة وقد عليه مصيبة، ومن ذلك ما يصيب بعض أهل الدين ويصيب المسلمين من ضعف في الدين، عليه يحسن الظن بالله، يبذل الأسباب في رفع هذا الضعف، في التوبة والتوب إلى الله وفي نفسه، وبالدعاء بالرجوع إلى الله والإنابة، الإقبال على الله بطاعته ومعاصيه، وإحسان الظن بالله، يحسن ظنه بالله. الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، قادر على أن يغير أحوال المسلمين لما هو أحسن. هذا هو الواجب. لا يبقى حبيس الأحزان، حبيس التأسف والحسرة عليه، ماذا يعلم أن ما أصاب إنما هو بسبب ذنب، يسارع إلى التوبة والاستغفار والإنابة. العبد إذا تاب إلى الله توبة نصوحة وأناب إليه فإنه يرجع إلى حال أفضل مما كان عليه قبل الذنوب والمعاصي. هذا بعض ما أحببنا أن نذكر به إخواننا الله حول هذا الحديث العظيم الذي يدعو فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو فيه المؤمنين أن يكونوا أقوياء بإيمانهم، أقوياء بالتزامهم بالشريعة، أقوياء ببذل النصيحة لإخوانهم المسلمين، أقوياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق ولين على ما تقتضيه الشريعة، أقوياء بالصبر على أقدار الله المؤلمة، أقوياء بتحمل المشاق، أقوياء بحسن الظن بالله رب العالمين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم بمرضاته، أن يقوي إيماننا، وأن يدفع عنا وعن المسلمين شر الأشرار وكيد الحاقدين، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يرحم من مات من إخواننا المسلمين في البلدين المجاورين بسبب الغرق أو بسبب الهدم الزلازل، ويجعلهم من الشهداء. الحمد لله رب العالمين، وبارك الله في الجميع. ما تدفعه الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة كان من صندوق ضمان اجتماعي، هذا لا بأس به. هذا الصندوق ضمان اجتماعي هو من التأمين التعاوني الذي مقصود به وإعانة المجتمع، وكما يسميه الفقهاء تسكيت الأخطار. نعم، مقصود به ما ليس هناك
طرف آخر يتاجر بالأموال، إنما هو صندوق يوضع فيه أموال المجتمع ثم يأخذ منه من يحتاج. الله أعلم. نعم، ذلك الاستفادة من البطالة لا بأس بذلك. نعم، لا بأس بذلك ما دام في الشروط، ما دام توفر في الشروط لا بأس بأخذ الأموال. هذه الحقوق أو الاستحقاقات أو الإعانات التي تدفعها الدولة ما يجوز أخذها إلا في الشروط التي وضعتها الدولة للمستحقين، لأنهم مجتهدون في توزيع الأموال، مجتهدون في توزيع الأموال. ماذا؟ هذا المال يسمى المال العام، ما هو مال شخص معين، ما هو مال الرئيس وغيره. نعم، ما هو المال العام، ما يجوز استحلاله أخذه إلا بموجب، وقد تولاه سلطان مسلم وجب ماذا طاعته أو ماذا التزام ما يحكم فيه، لأنه مجتهد في توزيعه. وإن وقع في ذلك حي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال تجدون بعد أثر وأمر تنكرونها، قالوا فما تنكرون؟ قال تأخذون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نعم، المقصود أن هذه الإعانات لا بد من توفر شروط أخذها. الله أعلم. نعم. يقول ما التسمية قبل الوضوء؟ صحيح أنها مستحبة، والحديث في وجوبها لا يصح فيه ضعف، إفرادته ضعيفة، لكن مجموع الحديث يدل على أنها مشروعة قبل الوضوء، تسمية قبل الوضوء، على هذا من نسيها لا شيء عليه. بعضهم يقول انها واجبة عند الذكر، إذا نسيها فلا شيء عليه. على كل حال لا خلاف في الأقوى، والله أعلم أنها مستحبة. حكم قول بعد الوضوء اللهم اغفر لي ذنبي واسلم، هذا الله أعلم، يعني يتقيد بورد على الرسول الذي يعلم أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا وضأ يقول المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الطاهرين، هذا لا بأس به. الله أعلم. نعم. هذا يقول نصيحة حول ما يجري في الساحة الدعوية. حتى ذكرنا الأيام نصيحة لإخواننا في الله، وتقدم ماذا ذكرنا لإخواننا أن الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص دين الله، وناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. هذا من الواجبات التي يجب على كل مسلم. نعم، يجب على كل مسلم أن يخلص عمله لله، يحرص على إخلاص الدين، تعبد الله رب العالمين، وأن يكون حريص على ماذا؟ على النصيحة لنفسه ولغيره من المسلمين. من ذلك النصيحة لولاة الأمور، ونصيحة ذكر العلماء فيها أنها تشمل الاعتراف لهم بالبيعة، لهم حق السمع والطاعة، وطاعتهم في المعروف، ومحبة رشادهم وصلاحهم، والدعاء لهم، وبغض الخروج عليهم، وبغض تفرق كلمتهم، كلمة الناس عليهم. هذا مما يلزم للحاكم المسلم. هذا هو ماذا؟ هذا هو الواجب، هذا عقيدة السلف الصالح، هذه عقيدة السلف، هذه عقيدة السلف. الناصح المؤمن ناصح لا يغش ولا يخون، يحرص على بذل النصيحة لكل مسلم. من ذلك ولاة الأمور لهم حق النصيحة عليه، يدخل في النصيحة كما قال العلماء أول ما يكون يعني اعتقاد البيعة على الذي يقول ليس لهم بيعة، هذه أسباب. هذا ماذا مخالف لما عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لما ذكروا المنابذة وترك السمع والطاعة والخروج على الإسلام قال لا ما صلوا، قال لا إلا أن تروا كفرا بواحد. ما دام المسلمين تلزم لهم السمع والطاعة، ويلزم لهم الاعتراف بأن لهم حق الولاية، لهم ولاية عليه، يعترف بقلبك أن لهم ولاية عليه، تعترف بقلبك أن لهم ولاية عليه. هذا من الواجب ما داموا مسلمين.
ما داموا مسلمين. نعم، لابد أن نفهم المسائل على وجهها، أو نفهم المسائل على وجهها. إذا قلنا نحن مسلمون هذا اللازم، هذا اللازم. ماذا؟ وذكر العلماء حقوق، لهم حقوق، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن الأئمة سيكون أئمة، وأنهم أئمة ينقسمون إلى خيار وإلى شرار، وذكر أن الشرار هؤلاء لا يجوز الخروج عنهم إلا في حالة واحدة، وهي الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين يحبونهم ويحبونكم ويدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال الراوي: فيما تأمر يا رسول الله عند ذلك؟ ألا قال أبدا النبي؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. حديث القراء بين أنه لا يجوز الخروج عليهم ما صلوا. نعم. قال: في عباد من الصلاة إلا أن تروا كفرا فواحد. قال في حديث حذيفة: اليمان سيكون بعد أئمة، سيكون أئمة يهتدون بغير هدي، يستنون بغير سنتي، سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. قال: فما تأمرون يا رسول الله عند ذلك؟ كيف؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ظهرك وأخذ ماله. هذا الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم، وله طرق خارج مسلم، عله بعض العلماء في مسلم، لكن له طرق تدل على صحته وأنه ثابت، صححه أهل العلم العارفون في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب ما دام هذا مسلما يلزم رافعه في البيع. واما التفريق بين البيع والراحه لا، اما هو معروف في عقيده السلف ابدا. نعم. مسألة التثبت في نقل الكلام هذا واجب في حق كل مسلم، كل مسلم ما يجب ان تقول على الناس التثبت ما يقول تيمية. نعم، لا تقول على الناس إلا ما تثبت أنهم ذكروه وقالوه، أنهم ما ثبت عنهم أنهم تكلموا به، إما بالسند الثابت السند المتصل، أو أنت سمعت منهم أو سمعت ممن سمع منهم السند المتصل، أو كتب. هذا شيء مكتوب في كتاباتهم. نعم. يقول الله تبارك وتعالى الآية: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين. نعم، واجب التبين على كل حال. ماذا؟ لا يجوز ضمن الناس فيما هم منه براء. الله أعلم. بارك الله الجميع، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على هذه الكلمة، وأسأل الله يعين أخانا معمر على الإفادة، كما ذكرنا نسيت أن أذكر الحرص على طلب العلم. هذا شيء مهم في هذا. نعم، ما يدخل في الحرص وعظمة الحرص على التفقه في دين الله، هذا أيضا مهم، لأن لا يمكن أن تعبد لله بالجهل. هناك عبادات واجب، أو نقول هناك علم واجب عيني على كل شخص لا يفترق فيه ماذا لا يفرق فيه بين شخص وشخص. هناك علوم واجب على كل الناس، لابد ان تتفقه فيها، لابد ان تعرف المعنى الصحيح لا اله الا الله، تعرف المعنى الصحيح لشهاده محمد رسول الله، تعرف المعنى الصحيح لاصول الايمان. ما معنى الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ هذه اصول الايمان، لا يستقيم الايمان الا بها. ما معنى اذا سقط ذهب منها شيء ذهب الإيمان؟ ما معنى الإيمان؟ النفس لابد أن تعرف حقيقة هذا الدين ومعانيه، أنت وزوجته وأولادك. الإنسان ما يكون في غفلة، كما شأن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هذا من أشد الغفلة، أشد الغفلة عن الدين، الغفلة عن معرفة أصول الإيمان. لا بد أن تعرف أن تؤمن بالله إيمانا صحيحا ولو على سبيل الإجماع، وأن تؤمن بالله بملائكته إيمانا صحيحا ولو على سبيل الإجماع.
وأن تؤمن بكتبه إيمانا صحيحا ولو على سبيل الإجمال، وهكذا الإيمان بالرسل. تتعرف على هذه المعاني وتسأل، تقرأ في شيء من التفسير المبسط، أو تجلس إلى طلبة العلم الذين يشرحون هذه المعاني، بين للناس أصول الدين، أصول الإسلام، أصول الإيمان، أركان الإسلام. ما تكون ماذا عبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شئت فلن تقش، كما قال صلى الله عليه وسلم. المؤمن عليه علم واجب، كل مسلم عليه أن يتفقه فيما في العلم الواجب ومعرفة معاني أصول الإيمان، ومعرفة أركان الإسلام الواجب عليه، معاني الشهادتين، وكيف تصح الصلاة، ما هي أركانها وشروطها وواجباتها التي تضر ويضر الإخلال بها ويؤدي إلى بطلان الصلاة وتنقيصها. وهكذا الزكاة، إذا كان عنده مال يسأل: هل المال زكوي أم لا، ليس بزكوي، وهل يخرج منه أم لا، كم يخرج منه، مقدار ما يخرج منه، ومن هم مستحقون الذين أعطيهم الزكاة. لا بد أن تعرفها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسب، وفيما أنفق. أنت مسؤول على المال، منين أتيت به، وأين تضع هذا المال. لا بد أن تشكر نعمة الله عليه، ومن شكر النعمة أداء حقوقه، منها الزكاة ومن النفقة الواجبة. هناك من ماذا عليه نفقات ربما في أخوات بعض أقاربه وهو لا يبالي، تلزمه النفقة في أقاربه وهو لا يسأل ولا يبحث. قال الله تعالى: وعلى الوالد ذلك. كل من يرث شخصا من قرابته فإنه تلزمه النفقة عليه إن كان فقيرا. لا بد أن تبحث تسأل حق المال. ما هو حق المال؟ المال له حق: الزكاة والنفقة على القريب، ذلك إعانة المحتاج، وقرى الضيف يوم وليلة، وغيرها من الحقوق. كذلك من وقع في محنة لابد أن يعان، وإلا دخل في الكفر. وهكذا الصوم، لابد أن تعرف كيف يصح الصوم، والحج إن كنت ماذا تستطيع. وذلك المعاملات، أنت تزاول التجارة، لابد أن تتفقه في هذه التجارة، ولو هي التجارة التي تزاولها، لابد أن تسأل، لابد، واجب عليك، واجبات عينيه. وإلا إذا كنت تعرف أن هناك أحكام للبيع والشراء ولا تبالي فأنت مؤاخذ. ولا تقول أن جاهل معلول كما يفعل بعض الناس، لا تسأل ولا تسأل حتى لا تقطع عليك الحجة، والعياذ بالله، ضلال هذا. سبحان الله. نعم، تعرف أن هناك أحكام وتعرض عن هذه الأحكام. هذا لا يبلغ من المسؤولية، من المسؤولية. لابد أن تعرف، لابد أن تتفقه بيع والشراء. كذلك الحقوق، حقوق الجوار، حقوق القرابة. قال النبي: لا يدخل الجنة قاطع ورحم. ما هو الحد الذي تبرأ به الذمة من صلة الأرحام؟ ماذا يدخل في صلة الأرحام؟ بعض الناس يزور رحمه، لكنه لا يبالي بدين وبعبادات أرحام. هل زاد دينهم، زاد إيمانهم، نقص إيمانهم؟ لا يبالي. هذا أعظم ما يدخل في زيارة الحقيق، ماذا صلة الأرحام وزيارة الأقارب. تسأل عن دينه، في أحوال صلاتهم، وهل هم قائمون بما أوجب الله عليهم في أولاده. هذه هي النصيحة، هذا هو النصيحة للمسلمين. وهكذا المحرمات، هناك كبائر، منها ما يتعلق بالقلب: الشرك والرياء والحقد على المسلمين، التباغض وغيرها من الأمراض، والنفاق. هذه أمراض قلبية وكبائر ترد على قلب المؤمن، لابد أن يعرفها كاملا حتى يبرأ قلبه مما حرم الله. هكذا كبائر متعلقة باللسان: غيبة والنميمة، وكبائر متعلقة بالجوارح: الزنا رحمه الله وغيرها من الفواحش. هذه كبائر لابد أن تبرأ منها.
تنقص الإيمان وتوجب العذاب، لا بد أن تعرفها وتحذرها وتحذر أولادك. لهذا العلماء مما يحرصون عليه مدارسة كتب الكبائر، مدارسة كتب الكبائر مما يحسن الاعتناء به من طلبة العلم من الناس عموما، لأنها أشياء يجب عليك أن تعرفها حتى تتجنبها، لا بد أن تعرفها وإلا كيف تتجنب الشر وأنت لا تدري لا تعرف؟ كيف تأتي بما أوجب الله عليك تبرأ ذمتك بالواجبات وأنت لا تعرف؟ فهذا ما تحرص عليه. أنا كان المقصود أن ننبه على نسيت هذا، نعم، وإلا هذا شيء مهم، الحرص على طلب العلم، الحرص على طلب العلم. هناك علوم واجب تجب على كل مؤمن، ما لا فرق فيها بين صاحب ليس من ليس له لحية. نعم، كل مسلم لا بد أن يعرف هذه العلوم، ليس خاصا بطلبة العلم. وهناك أشياء فروض كفاية يحملها طلبة العلم، من يستطيع من المسلمين أن ينفع نفسه وينفع المسلمين، وهي فرض كفاية لا بد أن يقوم بها من يكفي